اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد ووصفه جديده. هنعمل مع بعض كده فطار سريع، فطيره كده اقتصاديه بالجبنه القريش والبيض. الوجبه دي مشبعه جدا، تنفع بقى فطار او عشاء. ممكن كمان تنفع تحضريها وتاخديها كده معاكي في الشغل، وكمان ممكن تحطيها للولاد في اللانش بوكس. عايزه اقولك بقى ان الوصفه دي سهله وسريعه، تقدري كده تحضريها في دقايق. تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقه. يلا كده بسرعه اشتركي في القناه، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين بقى الفطيرة اللي هنعملها النهاردة؟ لذيذة جدا ومشبعة وكمان مغذية. انا كده معايا قطعتين من الجبنة القريش. عايزة تعمليها بقطعة واحدة مفيش اي مشكلة. حطيت كده القطعتين زي ما انتوا شايفين، وهبتدي كده اهرسهم بالشوكة. ههرسهم كده هرسة كويسة. انا بس لقيت كده الطبق اللي انا بشتغل فيه صغير، فهحط كده الجبنة القريش بتاعتي عشان اقدر اهرسها هرسة كويسة في حاجة كده اكبر. وهرسها بقى حلو جدا. دلوقتي كده انا حضرت بيضتين، هبتدي كده احطهم على الجبنة القريش. هي الفطيرة بتاعتنا دي عبارة عن جبنة قريش وبيض، يعني مغذية جدا وكلها بروتين. حطيت كده البيضتين، احط بقى رشة ملح صغيرة، ولو الجبنة القريش بتاعتك حايقة شيل الملح خالص. ورشة كمان من الفلفل الاسود عشان الزفارة بتاعة البيض، وكمان احط شوية من الزعتر بيدي نكهة حلو. وهقلب بقى كده كويس قوي، وههرسهم مع بعض بالشكل ده. بس انا مش هستكفى كده بالشوكة، هجيب دلوقتي المضرب زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى ان انا اضرب المكونات كلها مع بعض حلو قوي لغاية ما قطع الجبنة القريش تختفي خالص. دلوقتي كده انا هحضر معلقتين من الدقيق، اي نوع دقيق بقى بتفضلي تستخدميه. انا هستخدم معلقتين من دقيق الشوفان. عايزة تستخدمي دقيق اسمر مفيش اي مشكلة، او دقيق لوز برضو براحتك خالص. هقلب كده المكونات مع بعض، بس هضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر زي ما شفتوا كده، لان دي الفطيرة دي هسويها كده على النار على الشعلة، مش هندخلها فرن ولا حاجة، وانا عايزاها ترتفع معايا كده وتبقى هشة من جوه. هقلب كده بقى المكونات مع بعض كويس قوي وهدمجها كده مع بعض. بس هزود اضافه صغيره تدي تيست عالي كده، شويه من الموتزاريلا، حتى كده قطعه بسيطه هفرفتها كده واحطها. بس انا لقيت الخليط بتاعي تقيل شويه، فجبت كده معلقه واحده من اللبن وحطيتها. ممكن تستخدمي برضو ميه مفيش مشكله. وهقلبها بقى بالشكل ده، القوام بتاعها كده كويس جدا. هبتدي بقى احط طاسه كده على النار، واحط فيها بقى نص معلقه زيت زيتون، حاجه بسيطه قوي زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه ان انا اوزعها بالشكل ده. وهاخد بقى الخليط بتاعي وهنزل بيه في الطاسة. انا مش محتاجة فرن ولا اي حاجة، دي سريعة كده يا جماعة، تتعمل كده في دقايق وانتي واقفة. يعني ممكن الصبح كده تعمليها للولاد عشان ياخدوها في اللانش بوكس. ممكن كده قبل ما تروحي الشغل برضو تحضريها، ممكن قبل الفطار في دقايق كده بتتعمل. وهوزعها بقى بالمعلقة بالشكل ده. ودلوقتي بقى هضيف اضافة صغيرة كده، لو انت حابة تضيفيها مفيش اي مشكلة. انا حطيت كده شوية من بذور حبة البركة، انا بحبها جدا، لو مش عايزاها مفيش اي مشكلة. وهغطي بقى كده شوية، حوالي مثلا دقيقتين كده ولا حاجة، وهسيبها على نار منخفضة. ما تحاوليش تعلي النار عشان ما تتحرقش، يعني وطلها النار كده وسيبيها حوالي دقيقتين كده. وانا قلبتها دلوقتي، شايفين بقى اللون بتاعها حلوة جدا. بس هي برضو ما استوتش زي ما انتوا شايفين كده، انا قلبتها عايزة اسويها بقى على الناحية التانية. هغطيها برضو واسيبها حوالي دقيقتين، وهي كده خلاص استوت معايا. هبتدي كده ان انا احطها في الطبق، هقلبها بقى بالشكل ده. شايفين بقى شكلها تحفة جدا. ايه رأيكم بقى؟ الفطيرة دي يا جماعة زي ما شفتوا كده معمولة من الجبنة القريش والبيض، يعني اقتصادية جدا، حاجات كده موجودة عندك في البيت، تقدري تعمليها كده في اي وقت بكل سهولة وفي دقايق زي ما شفتوا كده. شايفين بقى حلوة ازاي؟ انا بس عايزة اقطع قطعة كده علشان اوريها لكم. بصوا بقى طرية ازاي، طرية جدا. بس اهم حاجة بقى ان انت تاكلي معاها خضروات كده، شوية كده من الجرجير، شوية من الخس، شوية من الكابوتشا، هتبقى حلوة جدا ومغذية. شايفين بقى الجمال؟ تحفة، حلوة قوي، لذيذة ومشبعة ومغذية، والسعرات بتاعتها منخفضة واقتصادية. الحاجة كده موجودة عندنا في البيت، نقدر نعملها في أي وقت. أنا بتمنى تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.